كورفا جامدة. مين في البلد دي يقدر علينا؟ فريق خسران والجايين بتقول لك في الكورفا جامدة. مين في البلد دي يقدر علينا؟ فريقهم اتداس على وشه، بيغنوا الأغنية ديت. اللعيبة بتاعتهم دايس على وشهم بيغنوا الأغنية ديت. أقسم بالله يعني حاجة مش عارف أقول لكم إيه. والأهلي بيكسب 4-1. حلقة النهاردة جامدة، أتمنى إن أنت ما تفوتش فيها لحظة، هتعجبك كلها إن شاء الله. فقبل ما نبدأ الحلقة زي ما احنا متعودين كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ومتنساش اللايك الجميل بتاعك دعما ليا. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الحلقة دي. نبدأ الأول بالأهلي، نخلي التانيين دول في كوكب تاني فيبقوا في آخر الحلقة. الأهلي بدأ النهاردة. الأهلي كسب مبدئيا 4-0. الأهلي بدأ النهاردة بتشكيل الشناوي في حراسة المرمى، ربيعة وهاني مساكين، أكرم باك يمين، كوكا باك شمال، لعب بأحمد رضا ومروان عطية وإمام. على اليمين محمد عبد الله، على الشمال الشحات، راس حربة جراديشار. ماتش اول حاجه انت بتلعب في غيط كرومب، يعني الارض ما تساعدش ان انت مش تجري ان انت تمشي فيها، يعني ملعب برج العرب سيء جدا جدا جدا. انت بتلعب حرفيا في غيط واللعيبه عماله تجري، ما حدش عارف يجري، ولا في باصه طالعه صح، ولا في اي حاجه. شوط اولاني في الدقيقه 6، ضربه جزاء لجراديشار صحيحه، انا مش عارف الحكم ما حسبهاش ليه ورجع للفار وقصه باينه يعني بوضوح الشمس من اول مره. يعني المهم، آه، الحكم رجع للفار حسبها. مروان عطية جاب أول جول ليه مع النادي الأهلي وحطها بشكل حلو قوي، وبقت النتيجة 1-0. من بعد الدقيقة 6 لحد الدقيقة 15 أنت بتتكلم في 9 دقايق الأهلي ليه ضربتين جزاء واضحين واضحين، يعني على الأقل هتحسب واحدة منهم الحكم ولا شافهم ولا رجع للفار ولا الفار ناداله. حاجة أنت بتتفرج، يعني الشوط الأولاني حرفيا ملخصه الأهلي بيلعب أمين عمر. بس يعني الاهلي بيلعب امين عمر، الحكم اللي مش امين بالمره. يعني الاهلي بيلعب امين عمر مش بيلعب الاسماعيلي. ففي اول ربع ساعه انت ليك ضربتين جزاء غير اللي اتحسبت ما اتحسبوش، ده مبدئيا. في الدقيقه 23 ضربه جزاء للاهلي، ضربه جزاء ملهاش اي علاقه يعني انا وجهه نظري، ممكن الناس تقول ان هي ضربه جزاء، انا شايفها مش ضربه جزاء للاهلي خالص بالمره. ضربه جزاء امام عاشور رجليه الاثنين اتكعبلوا في بعض، تمام. هي فاول لجراديشار من على خط ال 18، لكن هي مش ضربه جزاء بالمره. الحكم راح حاسبها. التفسير الوحيد عندي ان هو عشان ما حسبش ضربتين الجزاء اللي انا لسه كنت بتكلم عليهم، فهو حسب ديت تعويضا ليهم، وده غلط اصلا. بس يعني انا مش فاهم، دخل حسين الشحات وانا مش عارف ليه حسين الشحات اللي شاط. حسين الشحات سيء قوي في شوط ضربات الجزاء واحنا عارفين الكلام ده. فحسين الشحات دخل حطها بطريقه غريبه، هو بص للارض، هي الارض وحشه بس ملهاش علاقه، دي ضربه جزاء يعني، ضيعها حطها في العارضه اللي فوق. بعد كده في الدقيقه 40 هدف لحسين الشحات، لكن الهدف اوفسايد. انا شفته من البدايه، وفي ناس بتقول مش اوفسايد، لا انا شفته اوفسايد بحاجات بسيطه. في الدقيقه 45 امام شاط شوطه، لكن الحارس اتصدى ليها، شوطه كانت كويسه من امام. خلص الشوط الاول، الاهلي زي ما قلت لكم بيلعب امين عمر مش بيلعب الاسماعيلي. بنلعب في غيط حرفيا، انت بتلعبش في ملعب كوره، انت بتلعب في غيط فقط لا غير، يعني انت مش شايف اي حاجه غير ان انت بتلعب في غيط. الشوط الثاني بدأ. قبل ما الشوط الثاني يبتدي، الشوط الاولاني محمد عبد الله، كله هيقول لي انت ايه اللي انت بتقوله ده. محمد عبد الله كان مقدم شوط سيء جدا. انا كنت شايف ميكس من ميدو جابر على احمد الشيخ على حمودي وزحلقه، الارض ما كانتش مساعداه، اتفق معاك. بس هو الشوط الاولاني كان سيء جدا، كان سيء جدا جدا. طبعا ده هيجي لنا للجزء الثاني، ان هو الشوط الثاني اتحول بقى جبار. الشوط الثاني في الدقيقه 52 هدف لامام عاشور. الهدف جه بعد عرضيه من محمد عبد الله، تمام. محمد عبد الله ضغط كويس، خلي بالك في الحته دي. محمد عبد الله من اللعيبه اللي بتضغط كويس قوي، بيعرف يستخلص الكوره. استخلص الكرة من لاعب الاسماعيلي، ضغط وخد الكرة وراح، عنده جرأة ان هو بيروح واحد على واحد، عملها بالعرض. لاعب الاسماعيلي كان هيحطها في نفسه، ردت مش عارف ايه، جراديشار لمسها لمسة صغيرة قوي عشان الجون الحارس ما يلمسهاش، يعني لمسها ده لامام. امام لمسها لمسة والتانية والتالتة عدلها لنفسه وراح شايط صاروخ في العارضة وجوه الجون. ده الجون التاني للاهلي. بعد كده الدقيقة 74، الدقيقة 74 هجمة، أول هجمة للإسماعيلي في الماتش كله كانت في الدقيقة 74. من غلطة لمحمد هاني، يعني محمد هاني اترقص في نص سنتي حرفيا، اتلعبت بالعرض، اللاعب بتاع الإسماعيلي حطها في العارضة اللي فوق، دي كانت الهجمة الوحيدة للإسماعيلي الخطر يعني في الماتش. الدقيقة 75 نزل، طبعا أنا قاعد من بين الشوطين، طلع مروان وإمام، يعني سهلة، يعني أنت أصلا طلعهم من بين الشوطين، ريح إمام عشان ما يتصابش، وعشان احنا محتاجينه في ماتش الزمالك، ومروان عشان ما ياخدش انذار.
لكن هو فضل مأخر التغييرات لحد الدقيقه 74، لحد الدقيقه 75 نزل كريم نيدفيد ونزل وسام ونزل اشرف داري وخرج جراديشار ومروان وربيعه. تمام، ما عنديش اي مشكله، يعني انا اول مره اسيب كريم، يعني ما عنديش اعتراض ان كريم نيدفيد ينزل، لاني انا عايز اريح مروان. تمام، فده في الدقيقه 77. في الدقيقه 82 هدف ثالث بعد مراوغه، يعني محمد عبد الله عمل شغل فردي، خد الكوره وفي اتنين مدافعين عليه، حته بقى من الحاجات اللي بتعجب الجمهور، من وسط الاتنين راح بشماله. تمام، راح مراوغ الاثنين وراح مبصيها لامام عاشور، امام عاشور ما طمعش خالص، وراح مبصيها لحسين الشحات بهدوء، حسين الشحات حط الجون الثالث. محمد عبد الله الشوط الثاني عمل شوط عالمي. الشوط الثاني في الدقيقه 83 خرج الشحات وخرج امام ونزل قفشه والدبيس. انا كان نفسي امام يخرج من بدري قوي عشان خوفا عليه من الاصابه بس والارهاق والكلام ده، عشان انا عايزه. في الدقيقه 86 احمد رضا يجيب جون، يعني من اجمل اهداف الدوري، وان تاتش، حته برضو محمد عبد الله وراح لعبها لبره لاحمد رضا، احمد رضا وان تاتش في المقص، بوم ببطن رجله، جون الرابع عالمي. عالمي. الاهلي النهارده كان يعني اون فاير، وعلى شرط هو اون فاير بربع مستواه. بربع مستواه، الاهلي لو في مستواه يخرج الشوط الاولاني غالب الاسماعيلي 9 مثلا، 7 8 9 كده سكور. الاهلي بربع مستواه كسب 4-0. في ظاهره غريبه، انا شفت المدرجات كلها، اللي رافع عايز تيشيرت مروان عطيه، واللي رافع عايز تيشيرت امام، واللي رافع عايز تيشيرت قفشه. انا مش فاهم في ايه، مالكم يا شباب؟ خير، كله عايز تيشيرتات اللعيبه. غريبه. المهم الاهلي كسب، ورفعنا رصيد النقط ل 32 نقطة، واحنا دلوقتي على قمة على قمة ترتيب جدول الدوري، على ما الاسيوطي يخلص ماتشه. فده شيء كويس، الاهلي عمل ماتش كويس وكسب، واهم حاجة المكسب. الشناوي ما جاش عليه حاجة النهاردة خالص. اكرم، بان انا مش حابب ان هو يلعب، بس حق ربنا الماتش اللي فاتت كان بيبقى خايف على رجله، خايف على نفسه، بيلعب بالشوكه والسكينه. ال10 دقايق اللي نزلوا من الماتش اللي فات وال90 دقيقه بتوع النهارده، لا اكرم لعب. هاني مركز السيرد باك ده هيبقى صعب عليه جدا، مش مقتنع بيه. ربيعه مفيش برده حاجه جت عليه قوي. كوكا برده مفيش حاجه ملفته. احمد رضا هايل هايل، لعيب عنده لمسات جباره يا جدعان. اللاعب ده لو خد ولعب مركز 8 هتتفرج على لاعب كوره، بس هتتفرج على كواليتي جبار. مروان عطيه حدث ولا حرج. انا واحد من الناس اللي بشوف مروان عطيه من نجوم النادي الاهلي في الجزء الدفاعي. يعني يلعب 6 لوحده يغطي نص ملعب الاهلي. امام مش عارف اقول حاجه، يعني نجم الشباك، جون واسيست. حسين الشحات لازم يراجع نفسه، حسين الشحات مش موجود، يعني حسين الشحات بقاله فتره مش جايب 2% من مستواه، يعني مش جايب 2% من مستواه. هو كل كرة بيفكر في الترقيص، وكل كرة بيفكر في الحنكشه، ما بيفكرش يلعب ايجابي على الجون. مع ان انا من الناس اللي برضو بعشق حسين الشحات. محمد عبد الله خامه ممتازه جدا، وهو الوينج الاشول الوحيد اللي عندنا. لازم نهتم بمحمد عبد الله الفتره الجايه ونطور منه اكتر واكتر، ويبقى وينج اساسي في الاهلي الفتره الجايه. حتى لو مش هيبقى اساسي يبقى بياخد على فترات، ما نطلعهوش اعاره والكلام ده، لا يبقى موجود معانا. جراديشار مهاجم زي ما قلنا شرس، بس انا شايف ان وسام احلى، يعني وسام احسن في الضغط في الكلام ده. لكن جراديشار مهاجم كويس، اي نعم النهارده ما وصلوش كور كتير، بس مهاجم كويس. التبديلات اللي نزلت، كريم نيدفيد طبعا مش محتاج حد يتكلم، وسام ابو علي ما لحقش يجي له حاجه، يعني اشرف داري نفس الكلام. آم، بتاع ده قفشه والدبيس برضو، الدبيس جات له كوره وضيعها في اخر الماتش. فالتوتال كله الف مبروك للاهلي وجماهيره، وان شاء الله اللي جاي افضل، ولازم نركز كويس قوي قوي على ماتش الزمالك. انا كواحد من الجمهور مش هقبل الا لازم ماتش الزمالك ده يبقى سكور زي النهارده كده. احنا شفنا الزمالك، هنيجي بقى للحته التانيه، احنا شفنا الزمالك وهو بيلعب النهارده فرقه مش موجوده. هتقول لي جايب منه لعيبه كتير، والله واللعيبه موجوده، هو فرقه على الله في الفتره دي، على الله. فلازم نستغل ده، مش نكسب واحد ولا اتنين، دوس اكسب تلاتة واربعة وخمسة عادي، دوس عليهم، اكسر عينهم في الملعب. انت لازم تنزل تدوس الماتش ده، مفيش تهاون في ماتش الزمالك. وانا متوقع تشكيله، او نفسي في تشكيله لماتش الزمالك. هيبقى في حلقه قبل الماتش هنقول عليها ان شاء الله. الزمالك النهارده رغم مساعده الحكام، ورغم يعني في ضربه جزاء واضحه جدا ما اتحسبتش على الونش، في انذار كان لزيزو، كذا انذار لزيزو ما يتحسبوش النهارده عشان ما ياخدش انذار ويغيب عن ماتش الاهلي. رغم المسانده التحكيميه دي كلها للزمالك، ومتعادل النهارده، دخل فيه جون في اخر الماتش
والمخرج كان بيعيد لنا ما تفهمش فيه ايه، بنبص لقينا الزمالك اتعادل هرجله، لاعب بتروجيت جاب جون في نفسه. فيعني انا اتمنى ان ماتش الاهلي والزمالك يوم السبت الجاي الاهلي يديهم سكور محترم، 4 اقل حاجه زي النهارده كده، تربحهم كده، دي اقل حاجه. انت تقدر تعمل عليهم ماتش، عندك الامكانيات وعندك السرعات وعندك كواليتي اللعيبه احسن منهم مليون مره. اتمنى ان احنا ناخد الماتش بجديه، ما ننزلش نتمرقع، ما ننزلش. طبعا احنا الايام الجايه هنتكلم عن الماتش كتير، بس انا بكلمك دلوقتي ما انزلش الملعب اتمرقع، ما انزلش اتدلع، ما انزلش اللي انا واخد الماتش ان انا كده كده كسبان. لا، خد الماتش بجديه وانزل ادعكهم في الملعب. اشوف سكور ان شاء الله يوم السبت الجاي. ودي كانت نهايه الحلقه، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش لو مش مشترك في القناه تشترك، فعل زر الجرس، تضغط لايك، واستنوا كل جديد، وان شاء الله في حلقة بكرة هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.